ازاي تعمل الغريبه احسن من المحلات. احنا جينا دلوقتي عشان نقول لكم احسن طريقه للغريبه بحيث تطلع معاكم ناجحه مش مشققه ودايبه. فتعالوا بسرعه نوريكم الطريقه عشان تلحقوا تعملوها قبل العيد. يلا بسرعه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بصي انا معانا 600 جرام زبده. 600 وقوت 500 الا يعني ما ينفعش. هو انا بحط على الزبده حوالي كوبايه سمنه، يعني كل ده على ده 600 جرام. المهم قصدنا ان ما تقللوش الماده الدهنيه وتفتكسوا ارجوكم بالذات في هذا الشيء الرائع تحفه الجامد اللي مفيش منه. ماشي. معانا نص الكميه زبده تاني؟ لا نص. يعني احنا هنحط 600 جرام سمنه و300 جرام زبده. معانا غتاتة نص الكميه سكر بودره، يعني 300 جرام سكر بودره. يعني انتوا بصوا، اللي عايز يعمل مثلا 3 كوبايات سمنه او زبده يعمل قصادها كوبايه ونص سكر. كل كوبايتين قصادهم كوبايه. اشتغل. مش عارفه يا مريم النهارده ماله؟ اتحسدتي يا مؤمن، اتحسدتي. انا اللي مالي؟ لا هو في حد ماله من الصبح؟ مريم ضربه بوز. ما وراء الكواليس ده احنا قاعدين طول النهار نتخانق. هتزعلي نفسك. ما تقولوش ان انا قلت عشان بعد التصوير هتضربني. كل ما اقابل حد في الشارع بس عشان عايزين بجد، كل ما اقابل حد في الشارع يقول لي مصفوع من امه. ده ناقص العيال الصغيره يجروا ورايا يقولوا لي ايه المضروب اهو. واول ما توصل الزبده للشكل التحفه اللي هو الكريمي ده نوقف ضرب. طبعا الاسهل لنا نستخدم مضرب كهرباء، بس احنا عملنا كده او في العجان بس احنا عملنا كده عشان الناس اللي ما عندهاش. واوعوا تستخدموا ايديكم، يا اما المضرب ده يا اما مضرب كهرباء، علشان الزبده ما تسيحش واحنا مش عاوزينها تسيح. اهم حاجه الزبده في درجه حراره الغرفه بحيث انها تبقى لينه كده وفي نفس الوقت مش سايحه. عشان كده مش عاوزين نستخدم ايدينا عشان ما تسيحش. معانا كيلو دقيق وهو حوالي 7 كوبايات دقيق. هننزل بيه شويه شويه برضه عشان احنا مش عارفين الدقيق هياخد سمنه قد ايه. نقلب الاسباتيولا. هي الغريبه عاوزه هدوء. تحسيها حاجه كيوت كده زيك يا عسل يا قمر. تاني تاني انا ما بوستش. ايوه حرمت. كده تقريبا نزلنا بحوالي 6 كوبايات. برضو احنا مش بنعجن، احنا بنلم الدقيق. وبرضو مش هنحط ايدينا لنفس السبب، مش عاوزين السمنه تسيح. اول ما تتجمع معانا بالشكل ده نبدا بايدينا، يعني طبطبه كده بس. احنا بس بنلم الدقيق اللي مش هنعرف نلمه بالاسباتيولا. العجينه كده تمام، كريمي وناعمه وسهله تتشكل. يعني كده تقريبا كل 950 جرام دقيق هياخدوا حوالي 600 جرام سمنه و300 جرام سكر. تمام. يعني كل 6 كوبايات ونص دقيق هياخدوا 3 سمنه وواحد ونص سكر. للناس اللي عاوزه كوبايات وللناس اللي عاوزه كيلوات. ونبدا نشيلهم من الطبق اللي احنا عجننا فيه. لو مش محتاجينه عادي خلوه فيه، يعني احنا بس عشان محتاجين الطبق الكبير ده فهنفضي في طبق تاني. هنلفه بقى بستريتش وندخله في الثلاجه حوالي ساعه كده يرتاح. على التلاجة على طول. بعد ساعه كده من الغريبه في الثلاجه هي بتبقى مفروله شويه، فانتوا هتاخدوا لزوم انها سقت بس. انتوا هتاخدوا الكوره تدوها دعكه كده، بعدين نكورها، وبعد كده نقوم عاملينها كوره دوسه بسيطه في النص. نعمل غريبايه على قد مره واحده. وممكن للشكل والتزيين والطعم كده ناخد واحده زي كده ونقوم حاطين فيها لوزه. اوعى شكلها جميل. شكلها جميل قوي. فستق بقى اللي موجود المتاح كله، مفيش عادي ساده برضو. ممكن ناخد حته عين جمل كده ونعمل كده، مش هتقول لكم لا. وبرضو ممكن نستخدم الخرز الصغير ده، برضو بيدي شكل جميل وهيعجب الاطفال جدا. اصلا شكلها انتيكه. وبرضو في منه ذهبي. حلو الذهبي. المهم اعملوا الاشكال اللي تريحكم وتخليكم مبسوطين، مش عاوزين من غير خالص، براحتكم. المهم اهم حاجه الانبساط، ولا يا ماما؟ وانهم يعملوا الصراحه عشان والله العظيم في متعه لذه الحاجات دي. انا قاعد يا ماما بستمتع. عارفه انت احساس اللي هو انا نسيت التعب وعاوز اكمل؟ هو ده. فوالله العظيم هتفوتكم المتعه دي بجد. لازم تقعدوا تعملوا ان شاء الله نص كيلو. حتى انتوا واولادكم كمان هتنبسط. فجربوا مش هتندموا ابدا. واللي يعمل حاجه يبعتها لنا في الكومنتات. وبعد ما عملنا الصينيه بالاشكال التحفه دي، تحفه فنيه طبعا، هندخلها الفرن على درجه حراره 180 يا دوبك بس ما بتلونش. تنشف يعني سنة. بالظبط تقريبا درجه حراره 180 7 دقايق. ترجع لكم بعد ما تستوي. اوعوا تسيبوها لحد ما تلون، هي بتفضل محافظه على اللون الابيض ده. هي بس كل الحكايه بتفتح شويه. بعد ما طلعت معانا من الفرن بصوا لونها زي ما هو، ما اتغيرش، لسه زي ما هي بالظبط. حتى من تحت بصوا
من تحت مفيش اي لون، ولا اتشققت بيضة. ولا نشفت. انا بوريهم ليه كده؟ إن هي عشان نفس محدش محافظة بلونها. عشان ما حدش يسيبها من تحت تحمر. أيوة. لا احنا مش عايزينها تحمر خالص خالص، مفيش حمران، ده بالعكس هي بتبقى بيضة اكتر مما دخلت. هي بتفتحها اكتر وفي نفس الوقت مش مشققه، ولما تيجي تقطعها وكده دايبة دايبه. رملة مرملة، بتدوب حرفيا بجد. مجرد ما تحطها في بقك هتلاقي بقك لزق في بعضه من كتر الذوبان. والله بجد تحفة، انا عن نفسي بعشقها. بس ايه سعرات ايه في السما. بصي كحك بسكوت غريبة بتشوفوه، كل ده سعرات. وكمان رقيش بقى ناشفه عشان عشان الدايت. طبقوها بنفس الطريقه ونفس طريقه التسويه وان شاء الله تطلع وتطلع. معاكم بيرفكتو. عيد سعيد، ودمتم سليمين. الى اللقاء.